بغيتي تحفظ الدروس ديالك ومبقاش عندك الوقت، بغيتي توفر الوقت باش انك تحفظ في راحة تامة، كذلك بغيتي تحفظ بذكاء بعيدا عن الجهد. هذا الفيديو ليك، فقط تبعه حتى الاخر. وإلا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالنا دير ابوني ودير تعليق ديالك، ومن طبيعه الحال حتى الا ما كانش عندك تعليق صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليق. السلام عليكم، انتم على قناه الماستر سعيد الياسميني، القناه المفيده للعائله جميعا. اليوم بغيت نعطي الوليدات اللي عندهم بكالوريا او عندهم امتحانات الاشهاديه، بغيت نعطيهم طريقه انهم يحفظوا بها، وهي سهله ويسيره، وفي نفس الوقت طريقه غتوفر لهم الوقت وغتخليهم في راحه تامه وهما كيراجعوا. المراجعه بطبيعه الحال كتطلب تقنيات وكتطلب مهارات. اليوم مهاره سهله وزعما ما غاديش تحس بها بانها مكلفه ولا كتخليك انك تتعلم شي اشياء اخرى. فقط ذكائك غيخليك تحفظ. ما نطولش عليكم بطبيعه الحال، نقول لكم الطريقه مباشره. هذه الطريقه غتخليك تستافد 4 ديال الفوائد مهمه. الفائده الاولى هي انك غتسترجع وتتذكر المعلومات اللي اصلا هي في الذاكره ديالك، لانك فعلا حضرتي الدرس في القسم. ثاني شيء، غتوفر لك الوقت اللي انت محتاجه واللي ما بقاش لك المده زمنيه كافيه على الامتحان. ثالث شيء، غادي تحدد لك الاشياء اللي انت ما حافظهاش. ورابع شيء، غتحدد لك الاشياء اللي انت حافظها ما تعاودش تراجعها. اذا الطريقه شنو هي؟ ما تاخذش الدفتر اللي فيه الدرس باش تحفظه مباشره، ولكن خذ دفتر التمارين او شي اختبار سابق في نفس الدرس، وحاول تجاوب مباشره دون الرجوع الى كتاب يعني الدرس. تجاوب على الاسئله مباشره. الجواب اللي جاوبتي عليه او السؤال اللي جاوبتي عليه كون على يقين بان هذاك راه في الذاكره ديالك. الحاجه اللي استعصعت عليك وما حسيتي براسك بانه ما عندكش معلومات، هي اللي مباشره تدخل الدرس وتشوفها مباشره. وهنا غتكون وفرتي الوقت ووفرتي الجهد، وفي نفس الوقت كنتي في راحه تامه في الحفاظه ديالك. تابعوا القناه ديالنا، قناه مفيده